هل كل الامراض ليها اعراض؟ دي واحده من المعلومات اللي دايما بنحب نوصلها للناس ونقول لهم ان مش كل الامراض هيكون ليها عرض او حاجه انت بتحس بيها. على سبيل المثال ارتفاع ضغط الدم، ده واحد من الامراض اللي ملهاش اي اعراض خالص، وللاسف هنا في مصر الناس بتبقى دايما رابطه ارتفاع الضغط بوجود صداع او وجود ضغط في عينيهم. بالعكس، ده كتير قوي من الدكاتره بيسموه ذا سايلنت كيلر، يعني ممكن الشخص ضغطه يعلى فجاه جدا ويحصل له مشاكل او يخش في جلطه لا قدر الله من غير ما يحس باي اعراض. نفس الكلام الكوليسترول، ممكن الشخص يبقى الدهون في الدم عنده عاليه جدا ومش واخد باله وفجاه يلاقي نفسه داخل في مضاعفات في القلب وفي الاوعيه الدمويه من غير ما يكون عارف ان اصلا الكوليسترول عنده عالي. وممكن يكون شخص كمان جسمه كويس، مش شخص عنده سمنه، بتلاقي عنده كمان الكوليسترول عالي. ومن هنا بتيجي النصيحه ان احنا دايما كل فتره لازم نقيس الضغط بشكل عشوائي، نعمل تحاليل بشكل منتظم كل 3-4 شهور، نعمل تحليل صوره دم، نعمل تحليل الليبيد بروفايل ووظائف كبد وكلى، عشان دايما نتابع حاله جسمنا. لان هنا في مصر للاسف احنا ما عندناش لايف ستايل كويس، مش بنلعب رياضه، بناكل اكل فيه كميه دهون ومواد حافظه كتيره، فده سهل جدا ان احنا نخش في امراض او مشاكل من غير ما ناخد بالنا. فدايما الوقايه مهمه، وتحاليل الاستباقيه هي اللي ممكن تكشف اي حاجه قبل ما تحصل لا قدر الله.